اتصال تليفوني جاي لها. الاتصال التليفوني ده كان جاي من مين؟ التزموا الذكر ده يقينا باذن الله فيه فرج عظيم. السلام عليكم ورحمه الله، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. يا صباح السعاده. فيديو النهارده باذن الله قصه حقيقيه وواقعيه من متابعه اخت غاليه من السعوديه. بعتت لي وقالت لي يا السومه انا حصل معايا قصه جميله جدا جدا. بعد ما شافت الفيديو بتاعي اللي كنت بتكلم فيه عن قصه سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام، اتكلمت عن الدعاء اللي قاله وهو في بطن الحوت. انصحكم ان انتوا ترجعوا للفيديو لان كانت القصه مشوقه جدا جدا، اتحكت بطريقه بسيطه وكانت ملمه لكل القصه يعني بطريقه مبسطه جدا جدا. هتلاقوا الفيديو في صندوق الوصف وهتلاقوه في علامه الاي فوق. قالت لي بعد ما شفت الفيديو بتاع قصه سيدنا يونس وطبعا فضل ذكر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، عجاله سريعه هنتكلم عن الذكر ده وهنحكي القصه اللي حصلت مع صديقتنا واختنا الغاليه. سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت فكان في ظلمات ثلاث: ظلمه البحر وظلمه بطن الحوت وظلمه الليل. فدعا دعاء جميل جدا جدا وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فيها ثلاث عبادات: العباده الاولى عباده التوحيد، لا اله الا انت عباده التوحيد. تاني عباده سبحانك عباده تعظيم الله عز وجل. تالت عباده الاعتراف بالذنب او الاستغفار، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دي صيغه استغفار. فلما في ذكر بيجمع بين ثلاث عبادات يبقى اكيد الذكر ده فضله عظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كان الرد الالهي فاستجبنا له. والفاء هنا بتفيد السرعه، يعني مش واستجبنا، فاء. بمجرد ما قال الذكر ده ربنا سبحانه وتعالى استجاب لي ونجيناه من الغم. مش بس كده، وكذلك ننجي المؤمنين. واللي خلينا نقول ان الذكر ده مفيد لكل الناس من بعد سيدنا يونس لحد يوم القيامه. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني اللي هيكون من المسبحين، يعني اللي هيذكر الله في الرخاء والشده، يعني اللي هيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا وعده انه هيفرج عنه الهم والغم. قصه اختي الغاليه كانت كالاتي: قالت لي تاني يوم بعد ما شفت الفيديو انا قعدت اكرر الذكر ده حوالي 1000 مره. كانت هي بتحفظ فيه مقرأة، وكان ثمن الاشتراك الشهري حوالي 310 ريال. كان معاها من ثمن الاشتراك الشهري 160 جنيه وكان اصلها 150 ريال وما كانش معاها المبلغ. فالتزمت الذكر ده وفضلت تكرره 1000 مرة. و1000 مرة ده اجتهاد منها، مش شرط العدد، يعني العدد اللي انتوا تقولوه اجتهاد. طبعا صديقتنا كانت مش عارفة تجيب فلوس منين، وكانت بتفكر بقى شايلة الهم وبتفكر بتقول ان انا ممكن اكلم المشرفة بتاعة التسجيل يعني او تسجيل الاشتراك الشهري ان هي تأجل لي المبلغ للشهر الجاي على ما يكون يبقى معاها المبلغ يعني، او انها يعني تعتذر عن الحضور لان مش معاها المبلغ. والامر كان هاممها وغاممها جدا جدا. فافتكرت الفيديو وقررت زي ما قلت لكم 1000 مرة. وسبحان الله العظيم لقيت اتصال تليفوني جاي لها. الاتصال التليفوني ده كان جاي من مين؟ الاتصال التليفوني كان جاي من اخوها، مع ان هي كانت محرجه ان هي تطلب منه شيء ومش عارفه تعمل ايه. قال لها ان انا اديت لاخواتك التانيين حولت لهم فلوس على الحساب بتاعهم وانتي هحول لك 100 او 150 على الحساب بتاعك. الحقيقه ان هي كانت في عجب لان هي كانتش عارفه تجيبهم منين. والجميل ان سبحان الله هيحول لها نفس المبلغ اللي هي كانت عايزاه واللي كان ناقصها. الفضل يرجع لله، ثم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايا كان نوع الهم اللي انتوا فيه التزموا الذكر ده يقينا باذن الله فيه فرج عظيم وعجيب. اتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها. بحبكم في الله يا طيبين، ان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجايه على خير. اشوفكم على خير ومع السلامه.